Publicité. Ambiance FM الموجة اللي تزهي. صباح المسك. صباح المسك. اصبح المسك، ان شاء نهاركم زين، ان شاء نهاركم اسعد الايام وين ما كنتم تسمعوا فينا على 106.8 في المهديه المستير وسوسه ليكم جميع مستمعينا ومتابعينا الاعزاء والاوفياء على الصفحه الرسميه امبيونس اف ام وعلى السيت ويب نتاعنا www.ambiancefm.net. وتوا في صباح المسك وصلنا للفقره الاخيره واللي باش نختموا بها، لكن كما يقولوا ختامها مسك. آدم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا آدم. خلينا الساعة نعرفك بالكدا، للي ما يعرفكش خلينا نتعرف عليك. اللي ما يعرفنيش نعرفكم بروحي، أنا آدم عثمان من معطى مدينة بومباردية سورية المهدية. أي فنان، معناتها شعبي، فنان زاد، معناتها عندي غنايات، قاعد منتج. أي تعرف انت باز نرجس. عملت معكم حفلات برشا قبل، حفلات أي في دار شباب رجيش وقت. أيوة عملت معكم بحفلات برشا. اكتشاف وصال راواد ما خبت بها يعني اكتشاف وصال وصال راني حتى غالي كي نمشي راني ما ننكرش، راي بدايتي بديت في دار شباب رجيش. قدم لهم تحيه الناس الكل بالحق، كاستضافه كمحبه يعني تو كي نمشي ما عادش هذه نخش بسقاي اليمين ونقول عبالي يمين بالحق بصفه عامه. عرفت بدات دارنا والله بالحق نحس في روحي قاعد برا في دارنا، معناتها كل معناتها حاسبوني كي ولدهم ويرحم والدهم. اليوم مشيت مش وراهو ادم مثالش. خلينا نقول للمستمعين على العمر، وقتاش بديت، قداش عمرك تو. مثالش خاطر مثلا انت يقول لك مثلا حد اني راني ما نعرفوش ايه هو صغير معناتها في العمر، سي نورمال ما تعرفوش معناها مثلا، والا هاو تو اللي هي تعرف بشويه هاو اللي هي ينتج في انتاجه الخاص. صحيح. اي باهي كما قلت فما ناس ما تعرفنيش، وسؤال هذايا سؤال مختلف. انت فت اللي قلت لك عليه. فت يسال. عمري انا الساعه بديت ملي عمري 10 سنوات 10 سنين معناتها، وراني على فكره راني رشمه ملي عمري 10 سنين نغني معناتها، وملي عمري 5 سنين الوالد الله يرحمه علمني معناتها الايقاع على التف والد ربوكا. ومعناتها اني كي دخلت للدومين دخلت معناتها مش فنان، دخلت نعرف روح نغني معناتها نحب نتعلم زين نتعلم. اما دخلت دربوكا من الاول، قلت خلينا نشوف الدومين شنو، نجرب الدومين. دخلت معناتها شفت الباهي شفت الخايب في عمر صغيره ونحكي على 11 سنه راهو درت معناتها صغير خدمت مع فرق. راني 10 سنين معناتها في عمري يعني مازال معناها في عمر 10 سنين مازال يلعب كل واحد مازال يلعب مازال ياكل فكره 10 سنين فهمتني. ما تعزف على آلة الدربوك لازم فهمتني كيفاش. بعديك راح نقول خدمت شويه على آلة الدف. ضبط ايقاع. بعد تعلمت على البطاريه، ما معناتها مش برشا ما خدمتش على البطاريه، راح نقول تعلمت على البطاريه. بعد قلت تو معناتها وقت الفن معناتها شدت طريق الفن كون غادي بديت نعمل بديت كورال. باش ناخذ كورال ديما تبدا بيه ونسمع الفنانين فاش يعملوا فاش يغنيوا كيفاش المقامات منها. ليش كي نمشي مثلا مع اي فرقه ديما نكبتي نقعد نسمع الفنان الاخر يقولوا اعطيني بيتي كذا اعطيني رصد عريه ما عرفت كيفاش نسمع ونكبتي شنو اللي يغني على البيت وعلى الرصد وعلى الكردي وعلى النهوان نكبتي عام سنين. بعد بديت وقتها وحدي فهمتني نطلع مع فرقه نعمل لك النمري بتاع ساعه فهمتني. بعد شرفت دار شباب الرجيش فهمتني كيك في عمر 10 سنين 11 معناتها كيك ماكس صغير ما 11 سنه قلت لك راه 11 سنه وما شاء الله يعني نحكيو 11 سنه ولا 10 سنين قوه شخصيه وحضور يمشي يغني في عروسات معناتها مش سهله. سامحني اني باش نجيب في عرسي مثلا واحد عمره 11 سنه نبدا خايف نقول باش نجيبه يغني لي في عرسي 11 سنه يعني بالحق راه بالرسمي ماما جابت بيبي باش يغني لي بالحق راه لا صارت الحكايه انه شغالة كنتي انه اول عرس خدمته سمعت كلمه انها هي توجع صحيح اما تعمل قلب تعمل حاجه فهمت كيفاش انه بالكلمه هذيك ريش كملت غنيت جماعه كلها سكتت سكتت. قالوا كيفاش معناتها انسان اول مره اني
ليش اي كلمه معناتها راهو في الدومنه تسمع اليوم تسمع اللي يقول لك كلمه باهيه تسمع اللي يحبك فما اللي يحبوك فما اللي يكرهوك اي بيصير برشا حاجات سواء في دومين عريس في دومين عريس ولا مهرجانات ولا كفنان ولا في اي دومين ومكان تلقى الحاجه ذي هكا قلت لك بعدك مشيت شرفت دار شباب الرجيش وبالاماره وقت راني مع هذه ما في باليش بالحكايات اختي معناتها تدور على الفيسبوك تلقى مهبطين كاستينغ كايا اللي يحب يجيب حذانا ومنا من قالت لي يا ادم تمشي نمشي لا وراني على فكره شوكي شنو معنى شوكي اول مره ندخل اذاعه ولا اول مره نسمع حتى باذاعك قلت له عرفت قبل كانت عندك الامور كل عرفتك نخاف رهبه شوي رهبه قلت لها تحكي بالرسمي معناتها قالت لي كلمنا معناتها وصال وكلمنا يذلي خلود البدوي هاي كلمناهم ومشيت معاتهم مشيت بدات مسيرتي مغادي معناتها مغادي بعدين مشيت المناره فام بعدين شاركت في حنابال في ستار مشيت الجنوبيه زاد 3 مرات جنوبيه مشيت معناتها غنيت الجنوبيه وشاركت زاد برشا في دار شباب رجيش في معناتها حفلات في راس العام عمل جي 3 عام كما قلت 3 عام اي 3 عام 3 عام عملنا عيد الحب صار في عيد الحب اي هذا كل في دار الشباب اي وزاد ننتج في بومرديس معناتها في دار شباب بومرديس ننتج عندي نادي كورال عندكم استديو غادي ولا توتا ولا وحدك ثم استديو نتاع تسجيل ما نتسجل غادي لا لاني حتى كيفاش معناتها اغاني تحكي اي هي نتاع انتاجك الخاص نحكي اغاني عندي في سوس وعندي في مهدي عندي في مهدي كما غادي جيت ننتج عملت اغنيه اسمها حياتي من غيرك خذيت زاد معناتها سوكسي باهيه فما ناس سمعتها من الجزائر فما من ليبيا فما من وبعد عملت اغنيه وفاء كل شيء كل شيء والمره ذي عملت اكيد ملتو مازال مو فيها شيء كل شيء لكل نهايه بدايه ولكل بدايه نهايه المره ذي معناتها عملت اغنيه اسمها غرامي بها تسمعوها ان شاء الله في اخر الفقره وان شاء الله تعجب المشاهدين وتو نحكوا معناتها شنو التفاصيل ان شاء الله به نسمع حويجه هكا الساعه على ذوقك باش بعدين نقول لك شنو على ذوقك باهي والمشاهدين نطلب المشاهدين نطلبكم انتم نغني لكم مشاهدين شنو يحب ربوخوا ماهوش معاه اورغانيستا ويحبوا يعرفوا ريت ادم نوعدكم المره القادمه ان شاء الله نجيب لكم باهي ميساج غني 4 ايش تحبوا غني غير ربوخ باهي سمعنا يا حاجه نغني لكم يما يا غاليه باهي يما يا غاليه يلا سيدي يما يا غالية ما نحسبك خوان يا غالية ما نحسبك خوان يما يا غالية يا شماتة العدوان فيك وفيها ما نحسبك خوان والله ما نجمت فراقك وصهر الليل ما نجمت فراقك وصهر الليل والله ما نجمت لزوني عالتخمام واتعلمت ما نحسبك خوان يما يا غالية ما نحسبك خوان يا غالية ما نحسبك خوان يما يا غالية يا شماتة العدوان فيك وفيها ما نحسبك خوان وللنجوم يغيبوا لو كان نحكي للنجوم يغيبوا لو كان نحكي وللنجوم يغيبوا
البحر ينشح والصغار يجيبوا، ما نحسبك خوان يما يا غنية، ما نحسبك خوان يا غنية، ما نحسبك خوان يما يا غالية، يا شمتت العدوان فيك وفيا، ما نحسبك خوان والله ما كدوني، 60 درجة في العلامة كدوني، 60 درجة في والله ما كدوني، ما كدني كان الكلاه مدوني، ما نحسبك خوان يما يا غنية، ما نحسبك خوان يا غنية، ما نحسبك خوان يما يا غنية، يا شمتت العدوان فيك وفيا، ما نحسبك خوان. برافو. يعطيك الصحة آدم ياسر عمره 18 هي عمره 18 بالحق نحب ثم يعني كومنتارات باش نقراهم. عندنا أركان يحب يقول نحب نسلم على أمي ونترحم على بابا توفى في رمضان، ونحب نقول لأمي راي نحبك برشا، إن شاء الله ربي يفضل لك ميمتك ويرحم الوالد، وربي إن شاء الله يصبركم على فراقه اللي هو يعني ما روحش في دفينة بوه، إن شاء الله ربي يرحمه وربي يصبركم إن شاء الله، وربي يفضل لك الوالدة وما يدوم حال الحي يروح، وإن شاء الله ربي معك. كيف عنا فيصل تابع كيف فيصل ربي يوفقك آدم والله يرحم نور الدين، ربي يوفقك برافو يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق مدام سامي قتلك. أغنية مزينة وباهية صوت رنان ما شاء الله يعيشك. نطلب منك أغنية عن على الأب يفرحك، طلب مني كان بإمكانك إن شاء الله تدلل مدام سامية نرجوسة عسولة أغنية بلاصتها. شكرا لك مدام سامي برشا تفاعل ليك، ربي يعينكم يرحم كل أم متوفية وربي يفضل كل أم ويرحم كل أم. نغنيو حاجة على عادي الأب عادي شد روحي صح الغالية الله يرحم باب الله يرحمه إن شاء الله مدام سامية بن علي سمسو. باهي كان حاضر ميساج تحب ترتاح شوية ميساج كيما تحبوا توبر على كيفك احنا على راحتك يعني. نعت مغنية على البو باهي وان شاء الله يرحم كل بو متوفي امين يا رب، يرحم والدي ووالد كل معناتها انسان وربي يخلي كل بو. وبالله نحب نقول حاجه معناتها قبل ما نغني بالحق راهو الوالدين ما يتعوضوش، ليش تو حاليا معناتها عايشين معناتها ان شاء الله ربي يخلي كل ام ولا ابوه ولا، اما راهو نهار اخر تعرفوا القيمه بصفه عامه معناتها عينيكم على والديكم وديما ديما مضى بكم معناتها حطاهم فوق ريوسكم وشويه عرفتها. ومعناتها كان نزيد نحكي معناتها عنده غنية صحيح راهو في مارس اغنيته مزيانه برشا الوالدين امانه. هاي معناتها كيما قلت لك راهو الوالدين حاجه اخرى راهي بالحق في الدنيا حاجه اخرى ما تتعوضش، ما ثماش حاجه تتعوضهم، ما ثماش حاجه مش تعوضهم. ساعات يقول لك ما ثم حاجه مش تعوض الام والبو، فهمتني؟ كي لطف يا ربي تخسر انسان منهم تحس في روحك كانك خسرت حياتك معه، فهمتني؟ نقول لك ديما الله لا يبتلينا في العزيز علينا، الله يرحمهم الكل ان شاء الله. يلا نعطيهم اغنيه على البو. امان 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 اماني
شوقي باين في دموعي، كاتب اسمك في ضلوعي يا بابا يا نور عيني يابا يابا يابا، ما نظنش ننساك حين يوم ترميك السنين، انت بصمة في كنين يابا، سيرة الليل تعاني فيا صرت نحيل، في تربتي ذقت الويل، بضحي بالدنيا عالجاني، وفيت الكيل واشميلك في قلبي دين، مطوعني ليوم الدين، انت دنيا يا وحنيني يابا 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 يا بابا، نحبك يا بابا، من يد نشدك والدنيا غابان، لا نخاف السيودة ولا نهاب ذيابا، برضاك عليا نروح بالصبا، برضاك عليا نروح بالصبا، ليا مليانة شور وحساد، عيني ندوانة وقلوب رماد، ولدك تعرفني يا بابا تيبة وعناد، دمعة تسخفني حر وقداد، دمعة تسخفني حر وقداد، يا بابا نحبك يا بابا، من يد نشدك والدنيا غابان، من يد نشدك والدنيا غابان. يعطيك الصحة ادم، حمدك يا معانا. صراحة الأغنية لبينا يعني صوت طلب عاش. مدام سامية، لبينا طلب المستمعين والمتابعين. شكرا لك ادم، كما قلنا يعني فرشة تعليق الحقيقة. شكرا خويا، برافو، ان شاء الله فرحتك والله يرحم بابا، ربي يرحمه وينعمه مدام سامية. ما زلنا مواصلين، خلينا نبدلوا شويه الجو ادم، احنا خلينا في خاطركم، غادينا على الام وغادينا على البو، يعني خلينا نبدلوا هكا شويه الجو باش والله الواحد تحس فيه شد روحه بالسيف كل لطف عليك. هاي شنو نحكيو اخر الساعه، شنو جديد؟ خلينا نحكيو على عملتوا الاغنيه الاخرى، شنو هي اد الاغنيه الاخرى باهي الساعه قبل كل شيء لازمني معناتها نجبد نشكر الساعه اللي كتبها واللي وزعها واللي صور الكليب فهمتني، اظن ما ننساهمش خاطر بالحق راهم وقفوا معايا بالحق معناتها وخدمه مزيانه. نشكر توفيق بن ابراهيم الكاتب بتاع الاغنيه، نشكر عادل الصفاقسي الموزع اللي سجلها معناتها، ونشكر صديقي وصاحبي وغرة عيني محمد مالك بوزيد على الفيديو كليب اوفيسيال، واغنية بالحق تو تسمعوها بعد وتلقوها على صفحة اليوتيوب ادم عثمان. وجديد ان شاء الله، فما برشا جديد معناتها، فما زاد راهو على فكرة فما اغنية على البوب بعد مش تحضر ان شاء الله. اي وي ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله ان شاء الله اغنية على البوب بالحق. اني واحد من الناس معناتها هو زاد هذيا كاتبها، معناتها كاتبها توفيق بن ابراهيم بالحق. الكاتب هذايا انه كيكتب حاجه نرجس بالحق يكتب فيها، عرفت يحس معها حتى بالكتابه، يحس معها كلام. اول حاجه كلام تحس فيه من التراث،
ثاني حاجه كلام رهيب معناتها بالحق. حتى اني كي يجي مثلا كي جيت مش نلحنها فما نطق نحس فيه صعيب على لساني. يعطيك في كلمه من عهد عرفتها بصفه عامه، كلمه من خابيه. قال خابيه قال شيء. قال خابيه، كلمه من قال خابيه كي يحطها بالحق كلام يعطيه الصحه لا محاله. ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله برسك من الشهر الجاي مع تحضر الاغنيه وتسمعوها كما قلت لكم على يوتيوب. برشا جديد ان شاء الله. وزيد نحب نحكي حاجه عندي ان شاء الله مهرجان التراث في بومرداس. مهرجان التراث في بومرداس. اي ان شاء الله 30 و21 شهر 30 اخر شهر ضيع و21 شهر جاي. معناتها بدينا نخدموا في مهرجانات بالطبيعه. نقولوا طالع خير. اول حاجه في بومرداس الايام هذاك مو 30 و21 عندك اني معناتها النهار بتاعي معناتها النشاط عندي نهار اثنين معناتها الاختتام تاع في الاختتام في المسرح بتاعنا مسرح لو الطلق بومرداس 2 ماي 2 طايح بالسبت. بالسبت نهار 2 معناتها ماي في فضاء مسرح الهواء الطلق بومرداس. مسرح الهواء الطلق في بومرداس في المهرجان نتاع التراث ان شاء الله. ثم برشا جو وبرشا فن ومعناتها وفرقتي يعني معناتها وفرقه زاد باسم دار الشباب فهمتني. خاطر نحنا بصفه عامه معناتها المعهد الموسيقى بتاعنا غاديك حتى كي نمشوا نبرفوا ونمشوا كل شيء نمشوا لدار الشباب. قدمنا بتحيه زاد والمدير تاعها عبد الوهاب محمد. هو اللي معناتها وقف معنا زاد على المهرجان هذايا وهو اللي معناتها دعمنا على المهرجان هذايا. وان شاء الله نحيوا بومرداس بالحق. راهي بومرداس كلمه ذي موجهه لبومرداس كل معناتها ساكنين بومرداس. رانا نحن شباب بومرداس لازمنا نخموا في بومرداس قبل في اي حاجه وما كانت. لازمنا نعملوا المستحيلات الكل باللي نقدروا انه نحيوا بومرداس، انه نرجعوا بومرداس كما قبل، انه لازمها كل شهر حفله معناتها عرض ولا زوج عروض. قبل بومرداس بالحق نرجس ان كي تجي معناتها تشوف بومرداس قبل نحكي لك في عام 2016 و17 و18 وكل شيء هذاك راي العروض والمسرحيات والفن والرسم يتحوش من جمله يتحوش فهمتني. كان عادة تو براسك 4 سنين 5 سنين بالحق فهمتني. اما لازمنا شبابنا بالحق لازم نحكي مع الشباب انه لازمنا نقدموا ونخدموا وبالحق لازم نتوكلوا على ربي ونعملوا المستحيلات. نعاود مالكري بالله مالكري بومرداس مؤخرا محظوظه عندها مدير دار الشباب عبد الوهاب محمد. عبد الوهاب بن محمد تو خاطر كي يسمى الاسم من عبد الوهاب بن محمد من اقوى مديري دور الشباب. ايوه ولا فهمني اللي يخفى القمر قلت عبد الوهاب بن محمد. تحيه كبيره. تحيه لعبد الوهاب بن محمد. انا ريته من بكري يحكي كل وقت عبد الوهاب بن محمد. نعرفه بالحق انسان خدام بالباهي وعنده مدير دار الثقافه الحبيب نسيب حبيب نسيب. ولا ما انا عندي سي الحبيب مدير دار الثقافه. سي الحبيب نسيب مدير دار الثقافه. سي عبد الوهاب مدير دار الشباب. هذه تشرفونا راه نجيب وحدنا ان شاء الله. الزوز عندهم والله تشرفونا نجيب وحدنا. دونك هكا علاش محظوظين مرة بومرداس وهذاك علاش تو تقريبا تحس ثم هكا حراك ثقافي وزخم وكذا ثم تنوعت الانشطه بارابور هو قبل يقول لك كنا كذا بالحق معناتها راه انتوما عندكم زوز مكاسب راهو في دار الثقافه وفي دار الشباب راهو كي نشوفوا سي حبيب خدم معايا في لا بالحق بومرداس سامحوني بومرداس بالحق خاصه دار الشباب راهي قبل ما عندك كان فيها عفاف براهم وبرشا معناتها مادام عفاف براهم زيد سمينا الكل نعرفهم يعني. لا ما حاله دار شباب حتى من قبل حتى من قبل راني قدمت حينات الكل حتى من قبل راهي تخدم كل شيء. اما عبد الوهاب بالحق روح جديده طاقة ما شاء الله طاقة إيجابية متنقلة والله يا إنرجي متنقلة والله يا نرجس. ولامس عملنا اجتماع على ذكر المهرجان الضاي معناتها فرقه كل جبتها غاديك باش نحكيو كل شيء. أيوة. غزرت له قلت له كلمه قسما بالله قلت له ريش انت كتطلع من دار الشباب ما عادش جا دار الشباب ما عادش بالحق. لا محمد كان شاد دار الشباب شربان اي ومن بعد حول اي نهار زاد اللي يحول من دار شباب شربان يبدا بكلها فهمني
مالغري تو زاد شاد اشرف، تحيه لاشرف النصري أي. شاد مدير شباب زاد نتاع شربان من اقوى ما فما. وزيد كان معنا براسك 5 شهور تالي 6 شهور تالي مدير تاع دار شباب الرجيج تو هيثم. سي هيثم كان معنا سي هيثم مسعود. اي مشيو خلينا كاكا قلت له صح هاك لحقت عليه رجيش. لا كاكا ديما نلحق عليه غادي. لا والله قدام تحيه زاد بالحق سي هيثم حتى في مصيف عام ناول زاد ما دار شباب بالحق راجل معناتها كخدمه لا يعني واحد من الناس راني ريتش بالحق انسان ما نعطيش معناتها في وجهه قداش نقدر ولا شيء، اما بالحق كي مثلا نجيو معناتها يجي موضوع ونجبدوا موضوع على الانسان، انا بالحق نجبد كان لا برجولي الكل ما شاء الله معناتها ولا خدمه يخدموا. اي باهي شنو نسمعوا مثلا حاجه نسمعكم من غنيتك ولا غنية هكا تحب نسمعكم غنيتي حياتي من غيرك نسمعكم حد بصوتي عادي باهي على خاطر احنا باش نحطوها نخرجوا بها معناتها من بعد. هذيك غرامي بها باهي سمعنا شويه من الغنية اي اللي نتاعك انت هيك. باهي بعتيلي عاد يا ليالي خبريهم قلبي ما نسيت. تحب نعملك حتى يا ليالي ما يسالش نبدا اغنيتك والله اللي ما نعملك يا ليالي. أمان 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 أماني أمان 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 أماني يا ليالي خبريهم إني قلبي ما نسيهم خبر الظالم بحالي يا ليالي يا ليالي رغم كل اللي حصل لي يا ما شروح عليها في أواعي الحزن حلي والدموع بين ايديها يا ليالي يا ليالي غير الحب حالي كان سبب في ذيك حالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي يا ليالي جرح المجاريح عيبان كل يوم عنده ضحية وانا اللي جنبه قريبان والجرح الاول فيا عشرة وصارت صعيبة صعيبة قصة حياتي عجيبة مانيش ورقة في جيبة صرف ورد البقية مانيش ورقة في جيبة في جيبة صرف ورد البقية هلالي هلالي يا لالي يا لالا يا لالي يا لالي هلالي يا لالا هي هي يا لالا هي يا لالا طاح الورق من رياح رياحك وذبال غصنك يا غني وانا تعبت بصراحة مليت سهر الليالي فكيت ايدي من ايدك حس المراكب بعيدة حسيت بنسمة جديدة ورغم الرياح القوية مانيش ورقة في جيبك صرف ورد البقية ايش عندك تقول يا حبيبي؟ يعجز اللسان عن الكلام. يعطي لا والله بصراحة ما انا مش في وجهها سويت انا تفاجأت
اضطربني ومفاجاه لي. عايش. انا الامانه ما كنتش نتوقع باللي يكون انا باش يكون بهالجوده الصوت هذا بهالجوده راهو ما غير للامانه معناتها راهو ما غير ايكو اي ما غير اللي يقولوا له لوتوتيون هذاك ما غير اورغانيست من غير مؤثرات من غير مؤثرات صوتيه صفر مؤثرات صوتيه ما شاء الله وما شاء الله عليك. لا صوتها ما شاء الله. به اغنيتك كاين نسمع حياتي من غيرك اسمها غادي بصوتي اي بصوتك اي تو بعدنا نحطوها تحط لنا شيء الاخرى غرامي بها وبعد تالي تو نقولها تسمعها للناس من بعد ان شاء الله نحطها في امان 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 اماني يا بني علاش بدلتيني بسوم رخيص بعتيني في وقت الشدة نكرتيني والله نكرتيني حياتي من غيرك ما فماش دواء نحبك كان انتي نحلف لك بالله والله حياتي معك تبنات خليتي قلبي ما زال يهواك خليتي قلبي ما زال يهواك حياتي من غيرك ما فماش دواء نحبك كان انتي نحلف لك بالله والله حياتي معك تبنات خليتي قلبي ما زال يهواك خليتي قلبي ما زال يهواك امان 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 يا الايام امان امان يا الايام يا الغدارة حسيبك مولاك سقيتيني المرارة وانا اللي نواك ضاع الحب خسارة مشيتي ربي معاك مشيتي ربي معاك عملتي معاك البايخيني ما ثمرش فيك ربيتك على يدي بحنان ندفيك اليوم تكبرت علي روحي الله يجازيك روحي الله يجازيك امان 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 يا الايام امان امان يا الايام حياتي من غيرك ما فماش دواء حبك كان انتي نحلف لك بالله والله حياتي معك تبنات خليتي قلبي ما زال يهواك حياتي من غيرك ما فماش دواء نحبك كان انتي نحلف لك بالله والله حياتي معك تبنات خليتي قلبي ما زال يهواك خليتي قلبي ما زال يهواك. برافو. يعطيك الصحة. ما شاء الله. ادم لا ادم عنده مستقبل كبير. ان شاء الله. يعطيك الصحة. اسم الغنية باش يقول اسم الغنية. اسم الغنية حياتي من غيرك. حياتي من غيرك في الشين يوتيوب نتاع ادم عثمان. به مثلا حد باش يتصل بيك ولا حاجه شنو الرقم؟ يتصل راني على فكره زاد باش نتذكر راني عندي فرقه موسيقيه اوركسترا راهو عنده فرقه موسيقيه نخدم دخله حنت عروسه ملاك تهورات اي الحفلات ومكانت حفلات ومكانت نخدموها وعلى فكره راهي اوركسترا معناتها خاطر فما تو مثلا برشا تسر تقول مثلا قصبه ولا مزود ولا راهي اوركسترا بشوي بشوي نطور الفرقه بشوي بشوي هي فاهم قصبه وفاهم مزود وفاهم عشان تاع عروسات لا اما اي انسان هو تواني اوركسترا نجم مثلا يكلمني يقول لي يا ادم مثلا حاجتي يا خويا بقصاب مثلا تجيب لي قصبه معاك ولا تجيب لي مزود انا نجيب عادي فهمتني اما معناتها نذكر المشاهدين ولا اللي يعرفني اللي معناتها ما يعرفنيش هي الحكايه هذيك ما فيها راي اوركسترا معناتها
شكرا ليك ادم. عايش. شنو تحب تقول لي انه احنا لازم نكملوا قبل الاذان الظهر نص نهار و20 دقيقه هذاك علاش شنو تحب تقول لنا ومازلت يعني مش اول مره ولا اخر مره باش تكون حاضر معنا. مرحبا بك في كل وقت. عايش. نحب الساعة نقول نشكر الساعة تو نحب نشكرك انت على الاستضافة الجميلة خاطر انت نشكرك انت شاكرك منك برا انت خويا سواء لنا في وجهك ولا في كفاك ولا ديما والله نشكر فيك ان شاء الله معناتها. ونشكر المعلم حمدي ونشكر تقني الصوت شيماء ونشكر كل مستمعين بونس اف ام وبونس اف ام ونشكر امي خاطر واقفة معايا بالحق معناتها. اي شفناها كيف تجيبك وتبدا تستنى فيك حتى تكمل. نشكر امي ونشكر انسانه بالحق عرفتها ما عنديش برشا. شكرا نقدم لها تحيه هي باز تفرج فيا تو. شكون لازم نقول الموضوع بالضبط. لا هذه فيها سر. نشكر انسانه هذه ذا نظام. انا ما نقولش المنبع اخويا بالك انسان اخويا بالك ما عادش بالك هو انسان نقول انسانه بالك ما نعطيش المنبع. ممكن ما نحبش نحرجوا. نشكر نقدم تحيه زيدي كملي كملي نقدم تحيه لامي لعائلتي الكل من اللي يحبني الانسان هذه زاد اللي قلت لك عليها باش تفرج فيا. نشكر لاصحابي احبابي. شوف الاتجاه وين منا الكل تقريبا الكل كيما هو من هيك. نشكر معناتها الكل من اللي يحب ادم عثمان ونعاود نذكركم الاغنيه تلقاو مع شان يوتيوب ادم عثمان. ونرجس ان شاء الله في مقابله اخرى نزيد ونجيو بجديد ان شاء الله. وان شاء الله انت زاد تشرفنا زاد في المهرجان ان شاء الله ان شاء الله كلمه ان شاء الله نحاول شرفوني الكل ان شاء الله مرحبا بكم. ونشكر معناتها الجمهور الكل وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله. هذاك هو. شكرا لك ادومه حمدي غلبتك اليوم. شكرت عليك غلبتك يا حمد اليوم. جاتني ريتها فك دقيقة 90 دقيقة 90 حتى احنا في دقيقة 90 تو. اي من قبل ما تصير دقيقة 90 تك تك. يعطيكم الصحة الناس الكل يعطيك الصحة ادم. برافو ان شاء الله موفق. امين ربي يعيشك. تعديت يعطيك الصحة شيماء. نحب ديما نشكر شيماء بصراحة. شيماء نرجس اغني نرجس. لا بلغ. يعطيك الصحة نرجس. تعدت صباحية ممتازة ويعطيكم الصحة الناس الكل. وان شاء الله المستمعين ما لا لاباس ميساجات ايجابيه وتعليق ايجابيه والحمد لله. الحمد لله هذاك شكرا لكم الناس الكل. شكرا لك حمدي شكرا لك ادم. كل شكر لضيوفي اللي كانوا حاضرين معنا عبر الهاتف. امل بن صالح او يعني نحكينا على التظاهره نتاع بين الا المدارس والا الندوه الوطنيه للحمايه من الاذى كانت معنا القائده ريهام العناني. شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا تتبعوا فينا. شكرا لك ادم شكرا لك حمدي شكرا لك شيماء على المستوى الإخراج. كانت معكم نرجس بن محمود اليوم في ماتينال صباح المسك. بعد شوية عنا برنامج سي محمد الرقيق بعد شوية في برنامج يا ناس حبوا الناس ويا ناس حبوا الناس. راهو الحب ما غير فلوس وكيف تحبوا الناس بالعكس. احنا ديما نقول ربي يعطينا القبول ومحبة الرسول. ان شاء الله الناس الكل تحبنا وان شاء الله احنا رانا نحبوا الناس ونحبوا الناس تحبنا. كانت معكم نرجس بن محمود في ماتينال صباح المسك اليوم على موجات الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية. ما بقى لي كان باش نقول لكم من نرجوسة أحلى بوسة الأحلى مستمعين في الأمان. صباح المسك صباح المسك.